اني شبه كاسبر ذا فريندلي جوست، يبقى النهارده هنتكلم عن الكونتور. واهلا بيكم في الجزء الخامس من اساسيات الميك اب. هنعمل كريمي كونتور وهنعمل كونتور بالباودر. هستخدم النهارده الكريم كونتور من شي جلام ودرجته رقم جولدن سان. كل واحد بيعمل على حسب الرسمه بتاعه وشه. انا بحب افولو العظم بتاع الستراكشر بتاعه وشي. ابتدي في الكونتور يبقى تستخدمي كميات قليله. انا usually بحط الكونتور في الاماكن دي. نحط هنا كمان، وطبعا لو انا مش محجبه كنت هعمل الهير لاين بتاعي كله ان انا ادمج لفوق. حاجه واحنا بنعمل كونتور ان احنا نخلي اللون في مكانه. تقدري تدمجي بالفرشه اللي انت عايزاها او بالطريقه اللي انت عايزاها. انا بحب الفرشه دي عشان بتثبت اللون في مكانه. لو عكيتي في اي وقت تقدري تستخدمي كونسيلر، ومع الوقت والتدريب هتعرفي رسمه وشك والطريقه بتاعه الكونتور اللي انسب ليها. الكونتور بالكونتور باودر. انا هنا استخدمت الباودر بتاعت ايه وايه عشان بحب درجتها وبشوف انها بتحلي قوي الكونتور، وعادي ممكن تستخدمي اي حاجه عندك. ده بيكون الشكل النهائي. هكمل باقي الميك اب وارجع لكم. خلاص خلصت الميك اب وحتى الشفايف عملت لها كونتور. يا رب تكون الطريقه عجبتكم. ما رضيتش ان انا اصعبها عليكم واعمل ستابس كتيره، لان انا بالنسبه لي بحب الميك اب يكون سهل وسيمبل وفن. لو عندكم اي سؤال سيبوه لي تحت في الكومنت سيكشن وقولوا لي تحبوا الحلقه الجايه تكون عن ايه.